عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي وكل حبايبي؟ اتمنى تكونوا بخير. انا سمر من قناة بنوتة منيوية. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مخلل اللفت، هنعمله بطريقتنا. المكونات عندنا هنا لفت طبعا على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، لان احنا عندنا مش بيتباع بالكيلو، احنا عندنا بيتباع بالمية. المية طبعا بيعدها الفلاح 120، وكذلك الليمون. يعني لو في الليمون مثلا بتطلع حوالي 3-4 كيلو. فاحنا مش بنجيب اللي هي الكميات قليلة، احنا بنجيب كميات تكون كبيرة. تمام. كمان عندنا هنا ده اسمه البنجر او الشمندر في بعض اللهجات. وكمان ملح البحر. طبعا ملح البحر ده الملح الخشن، احنا لما بنحتاجه يكون ناعم بنضربه في الخلاط، مش بنضيف اللي هو الملح اللي هو عليه النشا ده، او الملح الناعم اللي بيكون عليه يود، وكمان بيساعد على ان هي الطبقة البيضة اللي من فوق تظهر لما بيكون عليه اليود. ولذلك احنا بنستخدم الملح الخشن او ملح البحر في تخليل المخلل. تمام. كمان انت تقدري ان انت تجيبي منين المخلل الخشن من عند اي واحد بتاع عطارة او علافة، هتلاقي عنده الملح الملح الخشن الخشن من عند العطارين. من عند العطارين عامة. فاحنا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ على بركة الله. طبعا احنا مبدئيا مش هنخرط اللفت كده بحجمه ده، هيتخرط اصغر من كده. احنا لو هنحطه في البرطمان الكبير بنعمله كده 4، انما ده عشان برطمان صغير هنعمل احجام صغيرة كده. طبعا احنا غسلناه كويس جدا، بيكون جاي فيه طين، كمية طين كبيرة. ايوه. بنحطه في مية، بتمسكي بقى الفرشة وبتاعة الخضار وبتبدأي ان انتي تدعكيه كده وتنضفيه كويس علشان تشيلي منه كل الحاجات الزيادة. وكمان لو في حاجة كده زيادة عشان بتشيليها بالسكينة. بالسكينة. تمام. بتبقى في حاجات كده عاملة زي الجذور طالعة منه، فانتي بتشيليها بالسكينة. اما بالنسبة للطرف الاخضر ده، احنا مش بنحط كمية، هي بس يدوب الجزئية دي بس هي اللي بتتخلل. لكن بعد كده مش بنخلل اللي هي عندنا مش اسمه الفرع، اسمه العرش بتاعه، اسمه العرش. فاحنا مش بنخلل العرش ده كده. زي ما انتم شايفين طبعا حطينا كمية من الملح في البرطمان من تحت، وبدأنا ان احنا نحط اللفت اللي ماما خرطته معاكم اهو. في ناس على فكرة بتحب ان هي تعمل الشمندر او البنجر تبشره. ممكن ان انت تبشريه بس كده بيكون احلى. كمان حتى بعد ما بيتخلل كده ممكن ان انت تاخديه وتاكليه، بيبقى تحفة جدا. تاخد الفوائد بتاعت البنجر زي ما بتاخد فوائد اللفت كده. يبقى نفتكر احنا عملنا ايه مع بعض. الاول جبنا برطمان غسلناه كويس جدا واتنشف واتعقم. على فكرة احنا بنعمل بايدينا، احنا بنغسل ايدينا بالصابون الديتول قبل ما بنمد ايدنا في الاكل، لان احنا اكيد هنكون احرص على نفسنا من اي حد تاني. يعني احنا اساسا مش بنستخدم يعني الراجل اللي الجلافز بيشتغل والحاجات في دي. المطعم، اللي الناس بتحب اكل المطاعم وتقول لك انا بعمل زي المطاعم، انا ما اضمنش اذا كان غاسل ايده ولا لا. حطينا يا بنات الاول طبقة من الملح الخشن، وبعدين اللفت اللي احنا قطعناه مع بعض او خرطناه، وكمان شوية من البنجر. كده بما ان اللفت الثمرة بتاعته ناشفة كده شديدة، بنحط له الملح وبنسيبه عشان ينزل المية بتاعته. احنا ناقعينه قبل كده، ناقعينه بملح وحاطينه في مصفى. الكميات الكبيرة احنا بنحطها في العلاجة الزعف او في السبت اللي هو الخضران، عشان يصفي المية المرة اللي فيه، لان اللفت بتبقى فيه نسبة مية جاية من معاه فيه بتبقى مرة، لازم تتصفى المية دي عشان يروح منه المرار. طب وده تاكلي منه بعد قد ايه؟ ده ممكن بعد 10 ايام بالظبط او 15 يوم لو انت عايزاه يبقى طيب حلو. تمام.
بنسيبه برضو كده لما يريح، زي ما سيبنا الليمون بنسيبه لما يريح، وبعد كده نزود البرطمانات، لان كده احنا كده خلصنا المخلل خلاص. اللفت كده هيريح، هينزل لتحت. اللفت بالذات بيريح على بعضه، لان نسبة المية اللي فيه بتنزل تاني، فيه نسبة مية تاني بتنزل من اللفت عشان كمية الملح الكتيرة دي، لان احنا مش حاطين له مية. وبعدين ما تضافلوش المية ابدا على طول، ما تحطيش المية لللفت بالذات دونا عن اي مخللات بعد الليمون. يعني اللفت والليمون ما تحطلوش المية على طول، تستني لما يمسك في بعضه وينزل من البرطمان. والله البرطمان احتاج حطيت له، ما احتاجش خلاص اديله زيادته من المية وخلاص على كده. طبعا ينفع وما نحط له يتحطلوش زيت؟ مية بملح، ما دوبش المية. اصل مش انا كل اللي بيعملوه في التلفزيون انا اخده واعمله، لا، انا واحدة ست في بيتي، انا بعمل بطريقتي ايه، انا ماليش دعوة بالتلفزيون. لازم الملح ده يتحط صاحي، يتحط من غير مية عشان يتشرب مع الثمرة دي. لكن وحتى انا لو يعني هشوف فلانة في التلفزيون بتعمل وعلانة بتعمل واروح اعمل زيها واقول للناس حاجات غلط، لا، انا اقول المعلومة الصح والرزق على الله، ماليش دعوة. كده المعلومة الصح طول عمرنا كده 40 سنة بنخلل المخلل كده، وامي الله يرحمها كانت بتخلله كده، وحماتي كانت بتخلله كده، وكنا بناكل احلى مخلل. انما المخلل بتاع التلفزيون ودوب واعمل، هم عايزين يغيروا الطرق بتاعتهم علشان يجددوا. امال يعني هيجيبوا منين طرق طبخ وطرق تخليل وطرق حلويات؟ ما هي بتجدد حاجتها او هو بيجدد حاجته. انا ما اخدش منه كل حاجه، انا اخد اللي يصلح ليا بس. فعلا. طيب كده احنا طبعا مش هنضيف اي زيت ولا اي حاجة تانية كده؟ لا، ما يتحطش عليه زيت، ولا الليمون ولا اللفت يتحط عليه زيت. هو تقريبا مفيش غير دي الزيتون بس هو اللي امانه، بيتخلل بس دي بزيت. امانه، الزيتون بس اللي بيتحط له، لان كميه الزيتون في الزيت اللي في الزيتون يعني كميه كبيره جدا، ده حوالي 40% من الزيتونه زيت. فانت بتحط الزيت ده عشان هو محتاج لزيت برضه، هو فيه الزيت برضه بس بيحتاج للزيت عشان ما يربيش وش مصوف فوق البرطمان. سبحان الله، الزيتون من دول كل المخللات هو اللي بيعمل وش مصوف، فبنحط له القشر وفوق القشر شويه زيت تمام. بس. خلاص يا حبايبي، احنا كده هنشوف المخلل بعد ما يهبط كده شوية وينزل، اذا احتاج هنزوده، واذا ما احتاجش خلاص هنقفل الفيديو على كده ونزوده حبة مية، وطبعا هتشوفوه معانا بإذن الله. شايفين يا حبايبي كده المخلل اللفت طبعا بعد ما سيبناه لتاني يوم بصراحة، فنزل نسبة السوائل دي كلها زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين احنا زودناه اكتر من مية، طبعا البنجر ده كان اخر حاجة من فوق، فاحنا زودناه اكتر من مرة. فحاليا هنزوده تاني، وبعدين هنزوده مية ونقفله كده وتمام، تاكلي منه بعد 10 ايام او 15 يوم. فاحنا هنزوده تاني لفت. مش هنضيف اي نوع من انواع الزيوت خالص عليه، بس كده هنضيف المية وهو ملح البحر وكده، ايه كفايه الحمد لله. طبعا احنا مش هنزود الميه للاخر، هنسيب كده مقدار سنتي في البرطمان فاضي، علشان في طبعا غازات وكده وحاجات تفاعلات بتطلع من مخلل اللفت بس، فبتحصل زي ايه، زي فوران فيه. فطبعا لازم يكون في مساحه علشان الفوران ده لما يحصل ما يكبش منك ويدلق بره البرطمان ويبقى منظر مش لطيف. ده المخلل كده هنقفل عليه، تفتحي عليه او تاكلي منه بعد 15 او 10 ايام بالظبط ان شاء الله، وتاكلي منه احلى مخلل باذن الله. ده كان فيديو النهارده. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا الجرس اسفل الفيديو لكي يصلكم كل جديد. وان شاء الله هسيب لكم رابط حسابنا على الانستجرام وعلى الفيسبوك ان شاء الله في اول تعليق مثبت في الكومنتات. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم ورضاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.